هو في إيه يا جماعة؟ يعني هو أي حد دلوقتي شيطانه راكبه ولا هواه سايقه يطلع يهبد ويحرف في الدين ويفسر القرآن والأحاديث على مزاجه ويزرط علينا كده زي ما هو عايز؟ لو تلاقيه بيتكلم بثقة يقول لك والله يعني أنا شايف كده ودي وجهة نظري، ولو عايز تتفق معاها تمام، مش عايز تتفق معاها اخبط دماغك في يا الحيط. تافه يا عديم الشخصية يا مريض نفسيا. انا بجد مش فاهم العيال دي بيجيبوا جرأتهم على ربنا كده منين؟ هو انتم مفكرين انكم مش هتتحاسبوا مثلا؟ يعني هو تضليل الناس ده شيء سهل بالنسبه لكم عادي؟ يعني انت انسان في ضلال فمش عايز تكون لوحدك في الضلال، عايز تضلل الناس معاك، عايز تاخدهم معاك وانت داخل يعني النار ولا ايه؟ مش فاهم. المهم احنا في الفيديو ده معانا نماذج من الناس اللي بتعمل كده سواء عن جهل او عن قصد، انا ماليش دعوه بالنوايا، انا ليا دعوه باللي بيتقال. فعشان ما نطولش في المقدمه اكتر من كده، يا ريت تصلي على اشرف الخلق عليه افضل الصلاه والسلام، تدعي لاخواتنا في فلسطين وفي السودان ربنا ينصرهم ويقويهم ويرحم شهيدهم. ولو انت لسه ما صليتش المغرب او العشاء او اي فرض من فروض ربنا قوم صلي، لان طبعا مش محتاج اقول لك ان الصلاه دي اهم مني ومن الفيديو بتاعي ومن اي حاجه انت بتعملها في حياتك عامه، فبطل كسل وقوم صلي. ولو انت مصلي يلا بينا نبدا الفيديو. هو يا ترى الموسيقى مضره؟ وهل الدين الاسلامي فعلا حرم الغناء؟ هذه من اكثر المواضيع السبايسي استدل عليها من مصادر علميه صحيحه ومصادر دينيه موثوقه. هي فعلا موثوقه، يعني خلي بالكم يا جماعه، الثقه اللي الانسان بيتكلم بيها ممكن تخليه يكذب ويدلس ويحرف، بس في نفس الوقت الناس تصدقه لان هو بيتكلم بثقه، واخدين بالكم؟ وطبعا هي من اكتر المواضيع السبايسي لانها بتجيب مشاهدات. يا رب وقف الحال. فلما المشاهدات تقل نطلع ايه؟ نطلع نحور على الناس ونشتغلهم، وهو محدش هيراجع ورانا. وانا لست مشرع، لا احلل ولا احرم، انا جاي بفصل لك وجهه نظري اللي انا فاهمها من العلم واللي فهمتها من الدين. قصدك اللي حرفتها من الدين، يعني خليك دقيق. بس كمل انت اللي حطك تحت ايدي بيعزك قوي، خلي بالك. طب نيجي من الاول خالص، متى بدا الغناء؟ الغناء وجد بين البشر من حوالي 40 ل 60 الف سنه، وكانوا يستعملوه قبل اللغه المنطقيه. حتى الانسان قبل ان يتطور كان بيتكلم بلغه الكلمه، زي لما تقول مثلا دي شجره، او لما تتبسط انك تلاقي شجره فتقول شجره شجره، او لما تزعل انك شفت شجره شجره. كان عبيط يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. انت متطور يا معلم، يعني عندك قناعه انك كنت قرد وبعد كده تطورت فبقيت انسان. بس انا بصراحه ما شفتش حد بيتكلم على لغه الكلمه دي غير التطوريين اللي هم مقتنعين ان هم كانوا حيوانات في الاصل. على العموم يعني دي قناعاتك الشخصيه ملناش دعوه بيها، بس يا ريت وانت بتتكلم ما تتكلمش على اساس ان هي حقيقه مطلقه، لان مفيش اي دليل علمي بيثبت وجود لغه الكلمه دي الا اذا كانت الافلام بالنسبه لك ادله علميه يعني. ولكن احنا بقى عندنا في القران ربنا بيقول وعلم ادم الاسماء كلها، وبيقول برضه سبحانه وتعالى في سوره الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان. وقال السعدي في تفسيره ميزه على سائر الحيوانات بان علمه البيان، اي التبيين عما في ضميره، وهذا شامل للتعليم النطقي والتعليم الخطي. وقال برضو في سورة إبراهيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وأعتقد الآية شرحة نفسها مش محتاج إن أنا أجيب لكم تفسير، ودي معلومة كده على الهامش حبيت أوضحها للناس. يعني سبحان الله يا أخي، أنت قايل مصادر علمية موثوقة وبدأت الفيديو بالمعلومة دي، فمش عارف هي موثوقة من أنهي اتجاه بصراحة. بس زي ما قلت لكم يا جماعة، القاعدة مش مهم هتقول إيه، المهم تقوله بثقة. كان الانسان بيتكلم كده. ففي البدايه كان الانسان بيتواصل بالايقاع الموسيقي، وطبعا العلماء استدلوا على الغناء من الرسومات الموجوده في كهف شوفي في فرنسا. بصوا بعيدا عن الهبل اللي في الاول ده علشان بس تقول ان الانسان كان بيتكلم بالايقاع الموسيقي والكلام الفارغ ده، ولكن كل اللي انت بتقوله ده ملوش اي لازمه بالنسبه لنا، لان ببساطه احنا ما يهمناش الموسيقى بدات امتى واكتشفوا اول آلة موسيقيه. ده كلام فارغ ملوش اي معنى يعني بالنسبه لنا، لان حاجات كتيره كان الانسان بيعملها وجه الاسلام حرمها. فمش فاهم يعني ايه المهم في حاجه زي كده. المفروض انت في اول الفيديو جاي تتكلم على ان الموسيقى حلال وحرام ومش عارف ايه علاقه بدايه الموسيقى بالكلام ده، ولا هو اي هري في المهري وخلاص؟ ما تخش في الموضوع. وبعدين في التربيات اللي بين البشر علم في حاجه زي الام لما تيجي تنجح، فالانسان بيغني وبيعزف، لازم ممكن تكون زي تصوف او اجتماعيه زي الافراح والمسرات، او ممكن حتى لهيه الاطفال زي لما الام تغني للطفل انه كلام ملوش معنى. وده قصدي انه الانسان ما كانش يقول كلام منطقي. نن بمعنى زي النوم، وهو يعني سكون، فنوم سكون نوم هدوء، وكان الايقاع بتاعه يكون مع ايقاع القلب. فبدايه الايقاع عند الانسان كان نبض القلب، فهذا شيء غرائزي. الموسيقى جاءت من نبض القلب. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. هذا شيء غرائزي. الموسيقى جاءت من نبض القلب. في حاجة؟ لا ما فيش يا عمي، بس يعني الظاهر الكرسي بتاع حضرتك او الكنبه اللي انا قاعد عليها بتزيق، يعني في حاجه غلط حصلت. طب هو الموسيقى مضره؟ بالعكس، الموسيقى بتحفز الذاكره وبتنمي روح الابداع عند الانسان. طبعا مش عندك انت، انا بقول الانسان. طيب كفايه هزار قوي لحد كده، نتكلم بجد بقى. الدراسات اثبتت ان الموسيقى ليها تاثير سلبي كبير جدا على الانسان. زي البحث ده مثلا، البحث ده اثبت علميا ان الموسيقى بتشغل نفس مناطق المخ اللي بتشتغل لما بنحس بمشاعر حقيقيه زي الفرح والحزن والخوف والتعاطف وغيره. يعني المخ مش بيفرق ما بين شعور ناتج عن موقف حقيقي وشعور ناتج عن موسيقى بس. بالبلد يعني الموسيقى بتضحك على مخك بتشتغل. وتكلموا برضو عن المناطق اللي بتتاثر في المخ زي
الاميجدالا اللي هي اللوزة الدماغية، ودي مركز المشاعر القوية زي الخوف والحزن والقلق، والريورد سيستم اللي هي مركز المكافأة، وده ليه اصلا بحوثات معمولة ليه خاصة يعني، لان ده نفس اللي بيتنشط مع الاكل او المتعة وبعض السلوكيات الادمانية. وبرضو القشرة الجبهية المسؤولة عن التعاطف وتفسير الامور والحاجات دي. والبحث ده مكون من 14 صفحة يعني صغير جدا، تقدروا تطلعوا عليه، موجود على النت يعني PDF عادي. هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن مع باقي لينكات الدراسات اللي هنذكرها في الفيديو. اما الدراسة دي بتناقش الموسيقى بتعمل ايه في المخ من الناحية العصبية، واتكلموا برضو عن علاقة الموسيقى بالعاطفة، وازاي بتزود الدوبامين بشكل غير طبيعي، وازاي بتأثر على المزاج بشكل مباشر، وازاي بتتحكم في مشاعرك. وده على فكرة يعني ممكن نشوفه في الافلام والمسلسلات والالعاب، لما بيكونوا عايزينك تتعاطف مع شخصية معينة او تخاف من شخصية معينة، بيبقى عامل من العوامل الاساسية في الموضوع ده هي الموسيقى. وده لانها بتخش على طول على عقلك من غير استئذان. اصلا انت هتحلل ايه في الموسيقى ولا هتفهم فيها ايه؟ هي بتخش على طول. ملحوظة برضو مهمة، الدراسة دي في بدايتها بيحاول الباحثين يشرحوا السياق التطوري للموسيقى عند البشر، وليه المخ البشري حساس للصوت والايقاع من ملايين السنين، وكل دي تكهنات او فرضيات علمية مفيش عليها اي اثبات يعني. فكلامهم عن التطور والهبل ده يعني لا يعنينا في شيء. وفي برضو دراسة من جامعة ميجل عن الموسيقى واثرها على الناس، لانهم اكتشفوا ان الموسيقى لا تفرز الدوبامين بالنسبة الطبيعية التي من المفترض ان يستهلكها الانسان، هي بتفرزه بشكل فوق الطبيعي زي اللي بيحصل للمتعاطي. وفي برضو بحث كامل مكون من 57 صفحة بيتكلم بس عن ادمان الموسيقى. ده غير بقى الدراسات اللي بتتكلم عن التجاوز الروحي والحالة اللي فيها الشخص بيهرب من الواقع او المشاكل الحقيقية عن طريق نوع من انواع المشاعر الوهمية او المزيفة، اللي هو مشاعر مش حقيقية، مش ناتجة عن شيء فعلي. وده يا جماعة اللي الموسيقى بتعمله. الموسيقى بتعيشك في عالم وهمي من وحي الخيال، زي مثلا العيال اللي بتسمع مهرجانات بقى وهسحب سكينة والكزلك معرفش ايه. العيال دي بتبقى عايشة في وهم ان هم حارقين الاخصام ومقطعين السمكة وديلها، بيتكلموا علينا والكلام بيرجع لنا تاني، وجامدين ملة واشباح لولة، وانه لما يعور واحد بمطوة ولا بكزلك ده كده راجل وقمة الرجولة كمان. هي الاغاني معيشاه في الوهم ده. بس عادي بقى كله بالحب. يعني انا برضو لما كنت بسمع راب كانت التراكات بتحسسني ان انا روش جدا وجامد. من كتر ما كنت بحب الموضوع كنت بحفظ الاغاني والراب السريع، ونعمل سيركلايه في ميدان سرور انا واصحابي، واحد يعمل بيت بوكس وانا واقف اغني بقى وافليكس على العيال بقى بسرعه كلامي ومعرفش ايه، وكلهم ينبهروا. عالم وهمي انت عامله في دماغك. زي برضو الناس اللي بتسمع اغاني حزينه بيعيش برضو في وهم الانكسار، وان هو اتخان واتباع، تخيل انه اطيب خلق الله رغم ان هو ممكن يكون ما عرفش بنات اصلا في حياته. فالحاجات الوهميه دي اللي عقلك بيتخيلها وبتفرز فيها مشاعر غير حقيقيه هي قطعا بتاثر عليك. وكمان دينك مش عايزك تعمل كده، دينك مش عايزك تهرب من الواقع وتعيش في عالم وهمي. انا مش عايز ان انا اتكلم في الدين دلوقتي، يعني انا سايب موضوع الدين والاحاديث والادله وكده في الاخر، بس انت لازم تكون واعي لحاجه زي كده. وفكره انك تكون مش على درايه بحاجه زي كده ده عادي، كلنا كنا كده. لكن لما تقام عليك الحجه في الفيديو ده وتفضل مصمم على اللي انت فيه، لا تلومن الا نفسك. عندك رصيد من المشاعر، عندك رصيد أيوة ان انت تخاف وتحب وتعيط وتزعل وتفرح، عندك من الرصيد ده. فانت هتعمل ايه بقى في الرصيد ده؟ لما تسمع الاغاني بتستنزف منك الرصيد ده خلاص. وده اللي بيحصل. صح. يعني انا فاكر ان انا لو الاغنيه اشتغلت انا بسوق اسرع واخد غرز احسن. ليه؟ لان الاغنيه سخنتني طبعا. ده اللي كان بيحصل. وفي اغنيه بتخليني اعيط، وفي واحد بيحب واحده فبيشغل الاغنيه فبيفتكر فبيتاثر. الاغاني عملت ايه بقى في القلب بعيدا عن المشاعر بعيدا عن الشهوه والفكر والاسلوب الحياه والاقتداء؟ خدت استنزفت المشاعر اللي بتصرف لله. بس خدت وانت هديت. يعني انت بعد الاغنيه انا فرغت المشاعر. فعشان كده انا بحسه الصلاه تقيله. الصلاه ما فيش بقى مشاعر تطلع في الصلاه. سبحان الله. القران انا مش قادر عليه. العباده بتبقى تقيله جدا. التعامل مع الذنوب بيبقى انا مش حاسس بالغلط، انا مش خايف من ربنا، علاقه مع ربنا، انا مش حاسس ان انا بحبه قوي، انا مش عارف اعيط قوي لما حد، لانه انت استنزفت القلب تماما. فلا الحال مع ربنا بقى ينفع، ولا العلاقه مع العباده بقت تنفع، والتعامل مع الذنوب بقى غلط. القلب بقى مصدي. عارف لما واحد مجهد كده، عارف الفرخه المجهده شويه، القلب خلاص يعني خلصت انا كده. ليه؟
لان الاغاني بتعمل بالظبط، يعني هي بالظبط فعلا بتعمل اللي القرآن يعني مش بتعمل بالظبط، بس انت بتستخدمها بدل القرآن، بدل الحال مع ربنا. وكل الابحاث والدراسات دي ملهاش اي علاقه بالحلال والحرام، لان كل اللي عاملين الدراسات دي لا يؤمنوا بالاسلام اصلا، يعني هم عاملينها بيناقشوها بس من باب علم الاحياء واللي بيحصل للدماغ والاجهزه العصبيه والكلام ده. فوسط كل الابحاث اللي بتثبت اضرار الموسيقى وتاثيرها على نفسيه الانسان وعلى مشاعره، انت طالع تقول لا ده الموسيقى حلوه وجميله وبسمسم، لا وبتساعد على تنشيط الذاكره وروح الابداع عند الانسان وبتاع. يعني حتى لو ده حقيقي ففي المقابل في اضرار وكوارث اكبر. لا والله انا بذكر بس الحلو، اذكروا محاسن موسيقاكم. طب نخش للجزء اللي انت بتدور عليه، هو الاغاني حرام ومنين جت الحرمانيه بتاعتها؟ ليه بعض المسلمين بيحرموا الاغاني نسبه لايه واحده في القران؟ يا سلام عليك، ايوه كده، ايوه كده، هو ده بقى التدليس الصح. لسه بقى هنجيب احاديث ونقول اصل الحديث ده معلق واصل الحديث ده ضعيف واصل الامام ما عرفش مين حلل. يا باشا انسي في الاحاديث كلها، هنقعد نوجع في دماغنا؟ اصل انت برضه حط نفسك مكانه، يعني لسه هيقعد يدور بقى والامام ابن حزم قال على الحديث ده ضعيف واصل الحديث ده في سنده ضعف. طب ليه يا جدعان؟ ليه نتعب نفسنا اصلا؟ ما احنا نلغي الاحاديث دي كلها ولا كانها موجوده، هي نسبه لايه واحده في القران. الائمه والفقهاء والعلماء والدين كله قايم مع الايه دي بس في تحريم الاغاني والموسيقى دي. بجد يا جماعه حلوه، يعني احنا نقول للتدليسه الحلوه انت حلوه، ولو انتم مفكرين ان التدليس هيقف هنا تبقوا غلابه، يعني لسه هيحرف ويفسر من دماغه ويضيف كمان للاحاديث من عنده، لسه ده انت هتنبهروا دلوقتي. الايه 6 في سوره لقمان، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. جاء ابن مسعود رضي الله عنه بص على الايه واقسم بانها الغناء، وفي علماء تانيين راحوا لان هي برضه الموسيقى. يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه جه بص كده على الصوره وقام قايل لك والله الغناء. عبد الله بن مسعود للرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا القران من 4 واولهم كان ابن مسعود. عبد الله بن مسعود اللي الرسول قال عليه من سره ان يقرا القران غضا كما انزل فليقراه على قراءه ابن ام عبد، اعلم من في الامه بالقران، اللي قال والله الذي لا اله غيره ما نزلت ايه من كتاب الله الا وانا اعلم فيما نزلت واين نزلت. عبد الله بن مسعود اللي قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، جه بص كده على الايه وقام قايل والله الغناء، وكانه يعني كان معدي في الشارع فلاقوهم بيتكلموا على ايه لهو الحديث قام قايل لهم والله الغناء وقام مكمل طريقه. فكره اصلا ان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحلف 3 مرات ان لهو الحديث هو الغناء، ده كفيل اصلا يخليك ما تسمعش تاني. ده واحد من اعظم الصحابه يا جماعه، كان بياخد القران من الرسول كده بشكل مباشر. بيقول كان الرجل منا اذا تعلم 10 ايات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن ويعمل بهن. والجاهل ده جاي يختزل الموضوع ان هو بص على الايه كده وقام حالف ان هي الغناء بس، يعني حاجه مش مهمه، فاهم؟ اصل احنا جايين نحلل الاغاني، فاحنا هنتطرق بقى للكلام بتاع الصحابه وكده. لا طيب تعالى نتكلم بالعقل والمنطق. هل الرسول حرم الغناء صراحه؟ بنلاقي حديث زي حديث عائشه، حديث الجاريتان، كانوا بنتين صغيرين عند ستنا عائشه بيغنوا اغاني يوم بعث، دخل ابو بكر وقال مزمار الشياطين في بيت رسول الله، فقال الرسول دعهما يا ابا بكر فانها ايام عيد. انا مش عارف ليه كل اللي بيحللوا الاغاني بيجيبوا الحديث ده بالذات، يعني الحديث ده اصلا يا جماعه حجه على اللي بيحلل الاغاني. الحديث شارح نفسه، جاريتان يعني بنتين صغيرين ماسكين الدف وبيغنوا اغاني يوم بعث اللي هي اغاني عن الحرب يعني والانتصار وكده في يوم عيد. ايه علاقه الحديث ده بقى بتحليل الموسيقى والاغاني؟ حتى لما سيدنا ابو بكر جه قال امزامير الشيطان في بيت رسول الله، هو مستغرب لان ده مش العادي، فاهم؟ لان لو كانت حلال ما كانش هيقول كده. يعني حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما انكرش عليه، يعني قال له دعهما يا ابا بكر فان اليوم عيد، اللي هو النهارده استثناء، بس الاصل ايه؟ ان هي مزامير الشيطان وحرام. انا مش عارف انتوا بتفكروا ازاي، انتوا بتحوروا لها ازاي علشان تخلوا حديث واضح زي ده دليل على ان الاغاني حلال. يعني انا مش فاهم. الشيخ الالباني في كتابه تحريم آلات الطرب قال على فان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، قلت وهذا التعليل من بلاغته صلى الله عليه وسلم لانه من جهه يشير به الى اقرار ابي بكر على انكاره للمزامير كاصل، ويصرح من وجهه اخرى باقرار الجاريتين على غنائهما بالدف، ويشير بذلك الى انه مستثنى من الاصل، كانه صلى الله عليه وسلم يقول لابي بكر اصبت في تمسكك بالاصل واخطات في انكارك على الجاريتين فانه يوم عيد. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الحديث ده ففي هذا الحديث بيان ان هذا لم يكن من عاده النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الاجتماع عليه، ولهذا سماه الصديق ابو بكر رضي الله عنه مزمور الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم اقر الجواري عليه معللا ذلك بانه يوم عيد، والصغار يرخص لهم في اللعب في الاعياد كما جاء في الحديث. وقال ابن القيم فلم ينكر صلى الله عليه وسلم على ابي بكر تسميه الغناء مزمار الشيطان، واقرهما لانهما جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الاعراب الذي قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعه والحرب وكان اليوم يوم عيد. فده تفسير الحديث، يعني الحديث ملوش علاقه خالص بتحليل الاغاني. فادي اول حديث انت جبته
ملوش علاقه بتحليل الاغاني. خش في اللي بعده. ولما دخل الرسول وشاف الاحباش بيغنوا يرقصوا في المسجد. امتى يا فندم؟ انا يا ابني ما اتكلمتش. بس في حاجه في حضرتك اتكلمت. ايه يا معلم؟ بيغنوا وبيرقصوا في المسجد؟ ده منين الكلام ده؟ يعني من انهي مرجع ولا من انهي كتاب ولا من انهي موقع ولا مين اللي اشتغلك وضحك عليك وفهمك كده؟ بيغنوا وبيرقصوا في المسجد قدام الرسول يا جاحد؟ طب كنت تعب شويه في تأليفه مختلفه يعني تكون اكتر منطقيه حتى. والله العظيم يا جماعه انا ما انا قادر اتخيلها حتى. يعني تخيل معايا كده ان في مسلمين عصر النبي عليه الصلاه والسلام راحوا يغنوا ويرقصوا جوه المسجد وهم عارفين ان الرسول موجود، اللي هو دي حاجه اصلا ما تخطرش في بال الكفار ان هم يعملوها. فده روته عائشه ان الحبشه كانوا يلعبون ويرقصون في مسجد النبي. يا عم جبت يرقصون دي منين؟ جبتها منين؟ ده ايه يا ابني شغل مسيلمه الكذاب اللي انت بتعمله ده؟ انت بتزود كلام كده في الحديث من دماغك عادي. الحديث بيقول يلعبون في المسجد، هو عامل لك يرقصون ويلعبون. لا ده من عندنا كده جدعانه يعني. ما عرفتكش انا كده بقى، يا ده انت ناقص الكتب على وشك انك كذاب. فقال النبي لعائشه: يا عائشه اتحبين ان تنظري اليهم؟ عايزه تبص عليهم وهم بيرقصوا؟ فوقفت تنظر وغطاها النبي بالثوب بتاعه، يعني خدها تحت دراعه وقعدوا يتفرجوا. وهذا في صحيح بخاري ومسلم. يا سلام على المصداقيه، احرقتنا وابكيتنا يا استاذ سمير. يعني الواد من كتر ما هو مبصمج الصوره اللي هو جايبها بترد عليه. الصوره مكتوب فيها ايه يا جماعه؟ باب اصحاب الحراب في المسجد. الحراب دي اللي هي جمع حربه وفي ناس بتقول عليها رمح. هل بقى الاحباش كانوا بيشكلوا يعني بالرماح دي ولا كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيتدربوا، يعني تدريبات. يلعبوا دي معناها بيتدربوا في المسجد. الامام النووي رحمه الله قال في شرح الحديث ده: فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد ويلتحق به ما في معناه من الاسباب المعينه على الجهاد. فالحديث ده يا جماعه بيتكلم عن اباحه التدريبات في المسجد، ملوش علاقه لا بالرقص ولا بالاغاني يا مسيلمه يا كذاب. انا والله يا ابني ما عارف انت جايب الفجر ده منين، يعني بتزود في الحديث من عندك كده عيني عينك. يعني حتى لو انت شايف الناس مغفلين ومحدش هيراجع وراك، خلي عندك دم وخاف من ربنا. هو انت مفكر انك مش هتتحاسب على اللي انت بتقوله ده؟ يعني انت فاكر ان كذبك وتحريفك للدين ولوي النصوص ده هيعدي عادي؟ ده انت حسابك عسير يا ابني قسما بالله. وده غير بقى يعني الناس اللي انت ضلتهم اللي هيجوا يقفشوا في رقبتك يوم القيامه. يعني شوف بقى كام واحد من المليون اللي شافوا الفيديو صدقك وقال ده الاحاديث بتحلل الاغاني والموسيقى وكلام من ده، وراح يسمع بقى براحته. كل اغنيه الشخص ده بيسمعها هي في ميزان سيئات. انت متخيل؟ شوف بقى كام الف واحد. شوف انت هتوزع حسنات قد ايه في الاخره لاجل حاجه تافهه كل استفادتك منها هي شويه اللايكات اللي جات لك على الفيديو. وبرضه زي غناء الانصار في الافراح، فالنبي قال: اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف واغنوا. في تصريح واضح من الرسول بانك تقرا الدف وتعزف وتعلن النكاح اللي هو الاشهار الخطوبه يعني، وترقص وتفرح مع الناس. انت مش هتقوم في الواجب ولا ايه؟ اديها يا باشا. هو الضرب بفلوس؟ انا عاجبني قوي ان انت بتتعامل مع الاحاديث زي الامتحانات، اللي هو ايه؟ اكمل اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف وبعدها نقط. فانت قمت قايل ايه؟ واغنوا. طب فين واغنوا دي يا ابني؟ لا دي جدعانه كده من عندي. الاحباش كانوا يلعبون في المسجد، يلعبون ويرقصون. فين يا ابني يرقصون دي؟ لا دي جدعانه من عندي برضه. انا قررت اضيف في الحديث، انا حسيت ان الحديث كده مش كامل فاهم، فقررت ان انا ايه؟ ازود له. الحديث ده برضه يا جدعان ملوش اي علاقه بتحليل الاغاني والموسيقى. الحديث بيتكلم عن اعلان الجواز، لان قبل كده كان في اتنين ممكن يكونوا عايشين مع بعض في بيت واحد ومحدش عارف دول متجوزين ولا عايشين في الحرام ولا ايه. فالرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا نشهر الجواز ده بين الناس. وشرح موقع الدرر السنيه بقى بيقول لك ايه في الحديث بتاع اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف: لكي يتميز النكاح الشرعي الصحيح الذي جاء به الشرع عن السفاح فلا بد من الاعلان والاشهار، لان الزنا هو نكاح السر اما الزواج فهو نكاح العلن. وقال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. ودايما في الاحاديث هتلاقوا الدف مباح في المناسبات، يا اما في عيد يا اما في فرح، مش مباح كده في المطلق يعني. لا وفي جزء كبير من اهل العلم بيقولوا ان هو مباح للستات بس كمان، يعني الرجاله لا. فحتى الدف هو مباح في مواضع معينه. انتوا جايبين احاديث الدف بتحللوا بيها الاغاني والموسيقى. هو انتوا هبل يا ابني ولا انتوا مغفلين فمفكرين الناس كلها مغفلين زيكم؟ يعني انت اما تجيب لي كل الاحاديث بتاعه الدف اللي هي اصلا الاباحه اللي فيها لحاجات معينه بشروط معينه، وتيجي انت بمنتهى البلاهه والسذاجه وريالتك نازله 3 متر تقول لي الاحاديث دي دليل على ان الموسيقى والاغاني حلال؟ انت بعد الكلام ده لو مش شايف نفسك عبيط يبقى تشوف لك دكتور، لان انت كده مش طبيعي، السلوك عندك ملمسه. وبرضه موضوع حديث الدف، لما الرسول قال: ليعلم اليهود اننا في ديننا فسحه اني بعثت بحنفيه سمحه، عشان ما يفتكروش ديننا منغلق بنحرم الاغاني والموسيقى. لا 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 مش اسلوب ابدا يا ناس يا اللي في البيت. يا حبيبه عمي بيفضل يا جماعه. انا تعبت والله يا جدعان.
انا تعبت من الواد الكذاب ده. البجاحه وصلت بيه ان هو يبدا بقى يفسر على لسان الرسول، فاهم؟ ليعلم اليهود ان في ديننا فسحه، دي معناها علشان ما يفكروش ان ديننا منغلق بنحرم الاغاني والموسيقى، اللي هو قول اي كلام فارغ من كيسك واصحاب الهوا هيغرقوك لايكات وكومنتات يشكروا فيك، والفيديو هيفايرال والتيك توك هيرضى عنك. لكن اللي بيرد بقى على الاشكال دي الفيديو بتاعه اصلا محدش بيشوفه. طيب بصوا يا جدعان عشان انا زهقت بصراحه. طبعا الحديث الاخير ده هو حديث ليه علاقه بالعيد والدف وكلام من ده، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده خلاص. نتكلم بقى في المهم، حديث المعازف اللي عامل لهم رعب، اللي هم يا عيني بيحاولوا بكل الطرق يضعفوه او يخلوه معلق او يخلوه غير صحيح او ما يقولوهوش اصلا زي الاخ ده. الحديث ده جايب لهم ارتكاريه، تذكروا قدام اي حد منهم تلاقيه يا عيني جاله صرع وتبول لا ارادي، بيصعبوا عليا والله. اسمع بقى سيدك وتاج راسك بيقول ايه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى اللي هو الزنا والحريره والخمر والمعازف. ولفظ المعازف هو لفظ عام وشامل كل آلات الطرب، يعني جميع انواع الموسيقى. هنبدا بقى ندلس بقى عم يوسف. الحديث ده يا باشا معلق في البخاري، ما تستنصحش علينا، حكيم احنا فايقين لك. صح، عندك حق، الحديث ده معلق، بس الحديث ده معلق بصيغه الجزم. يعني ايه بقى؟ لان اكتشفت ان في ناس كتير ما تعرفش. لما انا اجي اقول لك قال فلان او روى فلان، ده معناه ان انا متاكد ان فلان ده قال كده. لكن لو انا قلت يروى عن فلان، يذكر عن فلان، ده معناه ان انا ما عنديش دليل ان فلان ده قال. يعني مثلا لما انا اقول محمد نجح غير لما اقول سمعت ان محمد نجح. الاولانيه انا متاكد، لكن الثانيه ده انا سمعت، يعني فيها وعليها، ممكن او ممكن لا. نفس الكلام ده في الحديث. الامام البخاري بيقول قال هشام بن عمار. مين هشام بن عمار ده يا جماعه؟ ده شيخ الامام البخاري. فلما الامام البخاري يقول قال هشام بن عمار، هي لما يقول حدثنا هشام بن عمار، لان هو الشيخ بتاعه اصلا. وغير بقى كل ده، نفس الحديث ده موجود كامل السند في كتب تانية عادي. يعني الحديث موجود كامل السند عند ائمه كبار زي ابي داود والاسماعيلي والبهيقي وابن حبان وغيرهم. طيب ليه بقى الامام ابن حزم الظاهري ضعف الحديث؟ ببساطه لان الادله اللي وصلت له ما كانتش كفايه بالنسبه له انه يجزم ان الحديث ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بقى يا جماعه؟ لان المذهب الظاهري هو مذهب صعب جدا، مذهب صارم، والامام ابن حزم نفسه كان شديد جدا في شروطه لتصحيح الاحاديث، فكان احيانا يضعف حديث صحيح عند حد غيره، مش لان الحديث ضعيف، ده لان الامام ابن حزم كان عنده شروط صارمه جدا علشان يصحح اي حديث. علشان كده الناس اللي بتتبنى راي ابن حزم في تضعيف الحديث، يا معلم انت اصلا ما تستحملش المذهب بتاعه. يعني المذهب الظاهري ده من كتر ما هو صعب هو بقى شبه مش موجود دلوقتي، محدش بيتبع المذهب ده. وكلام الامام ابن حزم عن حديث المعازف جمهور المحدثين ردوا عليه من زمان جدا، زي الامام ابن الصلاح وشيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم والامام النووي والامام الذهبي والامام الحافظ ابن حجر اللي هو شارح صحيح البخاري في كتابه فتح الباري لو تعرفوه يعني، والامام الالباني في كتابه تحريم آلات الطرب عامل فصل كامل بيرد فيه على الامام ابن حزم والناس اللي تبنوا رايه بعد كده، واتكلم باستفاضه وبشكل تفصيلي وذكر اقوال العلماء والادله. فانصحكم يعني تقراوا الكتاب بشكل عام، يعني كتاب مهم جدا. فده بالنسبه لحديث المعازف. طبعا في حاجات كتير انا ما قلتهاش، يعني مثلا زي شبهه ان لازم الحاجات اللي اتذكرت في الحديث تجتمع علشان الاغاني تبقى حرام، اللي هو لازم علشان الاغاني تبقى حرام يبقى الشخص بيزني وهو لابس حرير وبيشرب خمره، كده يجتمعوا مع بعض، فاهم؟ يعني يسمع اغاني وهو بيزني كده الاغاني حرام، يسمع اغاني وهو بيشرب خمره كده الاغاني حرام، لكن لو بيسمعها لوحدها كده مش حرام. طبعا الشبهه دي يعني اقل ما يقال عنها ان هي ساذجه، وللاسف في شيوخ بيقولوا بيها، يعني حاجه محزنه جدا والله، يعني ربنا يعافينا. وزي ما انت متوقع او لو مش متوقع يعني، فانا بقول لك ان الشبهه دي برضو مردود عليها من زمان. بص عامه هي اي شبهه في الموضوع ده هي مردود عليها من زمان، يعني عشان تبقى فاهم الناس اللي بتطلع دلوقتي هم مش بيجيبوا حاجه جديده، فاهم؟ ما بيكتشفوش حاجه من دماغهم يعني. طيب يا عم يوسف، هل ما فيش دليل تاني غير الحديث ده على تحريم الاغاني والموسيقى؟ طبعا في يا معلم. يعني الامام الالباني في كتابه قال ان وصل عددهم اكتر من 10 احاديث، لكن هو ذكر 6 بس في الكتاب، وقال ان دول اصح الاحاديث اللي اتذكرت في الموضوع، ودول اللي انا هذكرهم باذن الله في الدقائق القادمه من هذا الفيديو. واحنا كده اوريدي اتكلمنا عن واحد منهم، فاحنا لسه معانا 5 احاديث. وطبعا انا بتكلم باختصار شديد يا جماعه، يعني عشان كده بقول لكم اقراوا كتاب الامام الالباني، لان الامام مفصص الاحاديث تفصيص. يعني الحديث الاولاني بس اللي احنا ذكرناه من شويه ده قعد يتكلم فيه بتاع 15 صفحه ولا حاجه، وضحض كل الاقوال اللي بتقول بتضعيف الحديث، لدرجه ان هو قال في الصفحه 51 في خلاصه الكلام عن الحديث الاولاني: فمن اصر بعد هذا على تضعيف الحديث فهو متكبر معاند ينصب عليه قول النبي صلى
صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فيا جدعان للمرة المليون بعد إذنكم اقرأوا الكتاب. طيب نخش بقى في الحديث الثاني. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. والحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام. الكوبة ده يا جدعان اللي هي الطبلة. والحديث الرابع عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام. فأما الحديث الخامس هو عن قيس بن سعد رضي الله عنه، وده تقريبا تأكيد على الحديث الرابع. فنخش في الحديث السادس. عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف. قيل يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال إذا ظهرت المعازف وكثرت القينات وشربت الخمر. وطبعا كل الأحاديث دي موجودة في الكتاب بالأسانيد بتاعتها بالمحدثين اللي قالوها بكتبهم، بس طبعا احنا مش هينفع نقول كل الحاجات دي في الفيديو، يعني انت روح اقرأ بقى، يعني اتعب شوية. والكتاب برضو في فصل كامل بيتكلم فيه عن آراء جمهور أهل العلم في مسألة المعازف. وفي حاجة انتوا لازم تكونوا عارفينها يا جدعان، ان الخلاف في موضوع المعازف ده يكاد يكون معدوم. يعني فكرة ان حد يقول لي خلي بالك يعني الموضوع فيه خلاف بين أهل العلم، ده كلام فارغ يا معلم، انت بتضحك على نفسك. لأن جمهور أهل العلم على التحريم، كبار أهل العلم بالأربع مذاهب كلهم على التحريم. وممكن أقعد معاك من هنا للصبح أعدلك في أسماء أئمة كبار جدا من أهل العلم قالوا بتحريم المعازف. وحتى القلة اللي أجازت، لأن دول قليلين جدا، أجازوا بضوابط وشروط وحاجات مش موجودة دلوقتي أساسا. والإمام ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر نقل عن الإمام القرطبي بيقول أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا تفسيق فاعله وتأثيمه. وزي ما قلت لكم الأحاديث اللي أنا ذكرتها هي جزء بس من الأحاديث، وفي أقوال للصحابة وأقوال للعلماء، ولكن مش هنقدر إن احنا نجيب كل حاجة يعني في الفيديو ده عشان الفيديو هيبقى مثلا ساعة. فنيجي لآخر حاجة عشان نقفل الفيديو، هي الغناء بدون معازف. هيجي واحد يقول لي يا عم أنا هحلها لك، أنا هشيل الموسيقى من الأغاني واسمعها وتبقى كده حلال. هقول لك لا، لأن الغناء المباح ليه شروط. ما ينفعش يكون فيه إيحاءات، ما ينفعش يكون فيه كلام خارج، ما ينفعش يكون فيه شتايم، ما ينفعش يكون فيه حاجة بتدعو للحرام، ما ينفعش يكون مهيج للشهوات، بيتكلم عن بيحكي قصة واحد واحدة مثلا بيحبوا بعض، مش عارف ايه الحاجات دي كلها. فانت لما تيجي تبص على ملايين الاغاني اللي موجودة هتلاقي ان الاغاني اللي كلماتها ما فيهاش حاجة حرام ما تجيبش ال1% اساسا. يعني وسط الملايين، يعني بلاش اقول ملايين، وسط الالوفات من الاغاني هتلاقي مثلا كام اغنية يا جدعان؟ يعني 10 20 ده انا بكرمهم قوي. يعني هتشيل منهم الاغاني وتسمعهم من غير مزيكا وتقعد تعيد في ال20 دول مدى حياتك بقى؟ طب ليه بجد ليه؟ ومفيش حد بيعمل كده اساسا. ما تقنعنيش ان انت هتقعد طول حياتك بتسمع 12 13 اغنيه كلمات بس من غير موسيقى كل يوم. ما طبيعي هتبقى عايز تجدد، عايز تسمع حاجه مختلفه. ممكن يكون نفس المغني ده اللي انت جايب له اغنيه كويسه ممكن يكون عامل اغاني تانية مش كويسه، فانت تبقى عايز تسمع حاجه بقى جديده هو منزلها. ما هو الشيطان ما بيلعبش يا معلم، يعني الشيطان ده شغلته ايه؟ هو شغلته يا باشا ان هو يشوف الثغرات بتاعتك فين ويخش لك منها. فبلاش تضحك على نفسك. الحقيقه ان انا ما عادش عندي حاجه تانية اقولها، او كان عندي حاجات ونسيتها بصراحه يا جدعان، لان انا وقفت تسجيل الفيديو ده اسبوعين تقريبا لان كان عندي ضغط في الشغل، فكل اللي انا كنت مجهزه راح وما كنتش كاتب سكريبت. يعني الفيديو ده مش كاتب فيه اي حاجه، الفيديو على الله. يعني انا فاتح اللابتوب والتسجيل فاهم وقاعد بقى شغال، وجالي برد وحالتي ما يعلم بقى الا ربنا. فده انا عايز اوصله لكم يا جدعان، يعني بلاش مقاوحه. يعني الناس اللي بتسمع اغاني بلاش تقاوح يا معلم، اسمعها في صمت. مش لازم تعرف الناس ان انت بتسمع، مش لازم كل شويه تنزل ستوري الاغاني اللي انت بتسمعها، مش لازم تخش في الكومنتات تكتب لا الاغاني حلال وما اعرفش ايه. يا عم اسمع مع نفسك، يا عم اتقي الشبهات. على الاقل لما تيجي يوم القيامه تشيل ذنب نفسك، بس ما تعملش زي الاخ اللي عامل الفيديو ده وطالع يحلل الاغاني، وكل الناس تيجي يوم القيامه تقفش في زماره رقبته، مش هيسيبوه. فمعلم انت مش مقتنع ان هي حرام وعايز تسمع، اسمع مع نفسك يا عم، لكن ما تجاهرش عشان نفسك انت مش عشان حد تاني، علشان على الاقل تشيل ذنب نفسك بس ما تشيلش ذنوب ناس تانية معاك. ودايما حط في بالك انك ممكن تخش النار على اغنيه عادي. يعني انت ممكن تيجي يوم القيامه كفه سيئاتك تصب بسبب اغنيه انت سمعتها، بسبب ستوري انت نزلته الاغنيه و30 ولا 40 واحد شافوه. ده ممكن يدخلك النار، ده ممكن يدخلك النار. انت فاهم؟ انت مستوعب اللي انا بقوله؟ وبالنسبه لتبطيلها يا جدعان، تبطيلها مش صعب. انا بقول لك انا كنت مدمن، انا كنت حافظ الاغاني، انا كنت بسمع الاغاني الراب دي. بقول لك كنا بنعمل قاعده كده يعني ونجيب واحد صاحبنا يعمل بيت بوكس وانا بقعد اديها، وهي بتبقى هدايا من ربنا برضه عشان تبقى فاهم يعني. بس انت خد بس الخطوه، خد الخطوه وتوكل على الله واستبدل الاغاني بحاجه تانية. مش هينفع تقول انا
انا هبطل اغاني من غير ما تستبدلها بحاجه تانية. لازم الفراغ اللي الاغاني هتسيبه يتملى بحاجه تانية. تقدر تملاه بالقران ماشي، تقدر تملاه بدروس ماشي، تقدر تملاه ببودكاستات ماشي. يعني وانا بشتغل مثلا كنت بسمع اغاني، فبدلت الاغاني بايه؟ ان انا اشغل قران شويه، اسمع بودكاست مثلا، اسمع درس في الدين، السيره النبويه. لازم الوقت اللي انت بتسمع فيه اغاني تشغله بحاجه تانية، تملاه بحاجه تانية. وحاجه اخيره قبل ما اقفل الفيديو، بصراحه والله يا جدعان انا كان عندي كلام كتير جدا في النقطه دي كنت عايز اتكلم فيه، بس والله انا نسيته. يعني بقول لكم بقالي اسبوعين ما بسجلش فنسيت الفيديو اساسا. دايما لما كنت بتكلم عن المزيكا والاغاني وكده كنت برشح لكم اكتر من بودكاست او اكتر من فيديو يعني، ولكن انا المره دي هرشح لكم فيديو واحد، هرشح لكم بودكاست واحد، وهو بودكاست وعي عن الموسيقى والاغاني. البودكاست ده عظيم يا جماعه، حطوا ايديهم على حاجه يعني اغلبيه الناس مش بتتكلم فيها، وهي موضوع التاثير النفسي وتاثيرها على القلب عامل ازاي، وازاي الاغاني بتزاحم القران في قلبك وبتخلي الطاعه تقيله. الحلقه دي يا جدعان اسطوريه بجد. وطبعا في فيديوهات تانية رائعه جدا تناولت موضوع الموسيقى والاغاني، ولكن انا هسيب الترشيحات دي عليكم انتوا في الكومنتات. اللي عايز يرشح فيديوهات عن الموسيقى والاغاني يا ريت يرشحها تحت في الكومنتات. وبس كده. طبعا بعتذر لكم عن التاخير، بقالي تقريبا شهر وشويه ما نزلتش حاجه، ولكن والله يا جماعه يعني بيبقى غصب عني. الفيديو ده والله المفروض كان ينزل من اسبوعين، وكان في فيديوهين تانيين بجهزهم علشان انزلهم قبل رمضان، ولكن يعني ما حصلش نصيب. وبس كده. اتمنى لو انت استفدت من الفيديو ده باي شكل من الاشكال تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناه، واللي عايز ياخد الفيديوهات بتاعتي دي يا جماعه وينزلها على المنصات التانية يعمل كده. انا مش اكتب على باقي المنصات للاسف، فاللي عايز ياخد الفيديوهات بتاعتي ينزلها على التيك توك او الانستجرام وكده ينزلها، ولكن بس يعني ايه يبقى يقول ان الصفحه الاساسيه على اليوتيوب وكده وتمام يعني. واللي عنده سؤال انا ما ردتش عليه يا ريت يكتبه لنا في الكومنتات، انا او اي حد من الشباب هيرد عليك. يعني ما شاء الله الناس هنا في القناه ما بيفوتوش حاجه، يعني انا لما بغلط في حاجه بيعدلوا لي، لما حد بيسال على حاجه بيردوا عليه وبيصححوا له كده، يعني جزاهم الله خيرا. وبس كده. مش عارف المره الكامل اللي اقول فيها بس كده، بس كده بجد. اشوفكم الفيديو الجاي على خير باذن الله. سلام. بيت الارهاب. والمضحك بقى ان انا شفت كام بوست كده للعيال اللي هم ايه الملحدين الحاد يوتيوبي، اللي هم ملحدين من عند شريف ده، فتلاقيهم يا عيني بيدعوا له اللي هو يا رب فك دقته، ربنا يتولاه، ربنا يخرجه بالسلامه. انت حمار يالا، ما ادعي الطبيعه بقى، يعني قول يا طبيعه فك الدقيقه، فاهم؟ اطلع على سطح بيتكم وانضح على الطبيعه، والله يا طبيعه انقذيه، لكن ما تدعيش ربنا اللي انتوا اصلا مش مؤمنين بيه. يعني الولا يقعد سنين ينتع وانت في بوست تيجي تدمر كل حاجه.